النادي الاهلي مع مارسيل كولر صاحب اطول سلسله انتصارات في تاريخ الدوري المصري، وان شاء الله يكون النهارده الفوز ال 19 وتحقيق الدوري المصري باذن الله. وكل الجماهير اللي راحت باذن الله تدعم النادي الاهلي ترجع فرحانه ان شاء الله بتحقيق الدوري المصري باذن الله. مارسيل كولر مستمر مع النادي الاهلي، مستمر في تحقيق الارقام القياسيه وكسر الارقام القياسيه. رقم جوزيه اتكسر وان شاء الله اللي جاي احسن لمارسيل كولر باذن الله. حلقه النهارده حلقه مميزه، مواضيع كتير مميزه هنتكلم فيها، ولكن قبل ما نبدا حلقتنا فضلا وليس امرا شرفنا بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده النادي الاهلي في مواجهه سموحه باذن الله، ربنا كريم ونقدر نفوز، نحقق الفوز ال 19 المتتالي اللي مفيش نادي في الدوري المصري هيفكر يعملها. اخرهم 12 فوز 13 فوز ده اخرهم، لكن النادي الاهلي كسر رقم مانويل جوزيه ومارسيل كولر كسر رقم مانويل جوزيه. والاهم بقى من كل ده ان شاء الله ان احنا النهارده نحقق الدوري المصري باذن الله، وكل الجماهير اللي مسافره مع النادي الاهلي تحقق ان شاء الله، ترجع فرحانه وتحتفل بالنادي الاهلي ان شاء الله في الملعب. ربنا كريم ان شاء الله ويكون الفوز 19 ويكون الدوري اللي احنا بنعتبره دوري مهم. ولكن كل الناس مفكره ان اللي بيحاول ما عندوش نيه. لا، حاول، يبقى عندك نيه او شرف المحاوله. ولكن الكل عارف الدوري عارف مين، كل عارف ان النادي الاهلي او اللي نفسه طويل هو اللي بيكمل. لكن للاسف بعض الناس ما بتفكرش او ما اتكلمتش على ال 19 فوز المتتالي او ال 18 فوز المتتالي اللي فاتوا، ولكن كانوا بيتكلموا بس عشان خاطر بيراميدز فاز 12 مباراه، فان ده مش العادي بتاع بيراميدز. فعادي ما دام مش ده العادي فاحنا هنتكلم ونحتفل. لكن عند النادي الاهلي لا، فده العادي بتاع النادي الاهلي، فكل الناس شايفاها كده. هنروح بقى لمواضيع حلقتنا. مواضيع حلقتنا مهمه. منتخب مصر والمغرب ان شاء الله النهارده على البرونزيه، وباذن الله ربنا كريم ونقدر نحقق باذن الله البرونزيه، ومنتخب مصر يفوز على منتخب المغرب المحترم. موضوع بقى النهارده موضوع مهم جدا، هتكلم طبعا فيه في حلقتنا بغض النظر طبعا عن موضوع منتخب مصر الاهم، برضو موضوع النادي الاهلي برضو الاهم، ولكن موضوع احمد السيد زيزو. مجلس اداره الزمالك وافق على بيع احمد السيد زيزو للدوري السعودي. ومن وجهه نظري عشان خاطر ما حدش يقول اصل انت عشان خاطر اهلاوي فمش عايز الزمالك يبقى كويس وعايز زيزو يمشي من الزمالك عشان بيعمل خطوره ضد النادي الاهلي. هنتكلم كوره وهنتكلم وجهات نظر. لو هنتكلم كوره قول لي ارقام احمد السيد زيزو مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي في ماتشات اقصائيه النادي الاهلي كان محتاجها. قول لي ارقام احمد السيد زيزو في اي بطوله او في نهائي كاس ضد النادي الاهلي غير هو كاس واحد احرز فيه هدف بدماغه. فلو هنتكلم كوره، لكن هنتكلم من وجهه نظري اللي ممكن ناس ممكن تعجب ناس وممكن ما تعجبش ناس، ان الزمالك يبيع احمد السيد زيزو. وبيع احمد السيد زيزو لاي نادي في السعوديه هيفك ازمات وهيحل ازمات كتيره جدا عند نادي الزمالك. وقف قيد، ناس عايزه فلوس، لعيبه عايزه فلوس، قضايا عليهم من باتشيكو على تشيبونجا على مش عارف بطيب على مش عارف مين على مين محتاجين فلوس. فان تحل ازمه زي كده افضل من ان انت تفضل تقول الناس الدنيا عشان احل، او افضل من ان يجي لك قيد تاني او وقف قيد تاني. اوباما راح بيراميدز، ايه المشكله لما زيزو يتباع برضو للدوري السعودي بحيث ان هو يجيب ثمن كويس وسعر كويس واقدر احل ازماتي بيه. دي وجهه نظري. فنادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك وافق على بيع زيزو للدوري السعودي، سواء بقى درجه اولى درجه ثانيه، لكن هو وافق لان السعر كويس جدا، الرقم اللي هيجي لزيزو كويس جدا، فده حل كويس انهم يحلوا ازماتهم كلها. موضوع محمود عبد المنعم كهربا موضوع مهم جدا وركز لي معايا فيه، ولو نسيت اللايك بالله عليك اعمله. محمود عبد المنعم كهربا الفتره الاخيره طبعا كان بيلعب راس حربه الموسم اللي فات. وسام ابو علي خلاص حجز مقعده، بسم الله ما شاء الله، قل اعوذ برب الفلق، نمسك الخشب على وسام ابو علي. وسام ابو علي خلاص اثبت نفسه، مش اثبت نفسه، ده اثبت نفسه لكل الناس. ده في عروض بتجيله وهو لسه اصلا ما كملش مع النادي الاهلي 6 شهور.
فمحمود عبد المنعم كهربا شبه مش هيلاقي مكان لنفسه الموسم اللي جاي لو النادي الاهلي كمان جاب راس حربه، لان محمود عبد المنعم كهربا مش راس حربه. فمحمود عبد المنعم كهربا غاب من التمرين مره، في الثانيه ما بلغش الاداره، ما بلغش كابتن خالد بيبو، فبدات المشاكل. وكابتن خالد بيبو قال لك مش هوقع عقوبه على كهربا غير اخر الموسم او بعد الماتشات. فمحمود عبد المنعم كهربا نادي زد طلب خدمات او الحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا. دي فكره كويسه، ولكن وكيل محمود عبد المنعم كهربا بيفكر في عرض خارج مصر. لو ما لقيش العرض ده زد هيحصل على خدمات محمود عبد المنعم كهربا، ودي وجهه نظر كويسه جدا، وده حل كويس جدا. لكن احنا كجماهير نتمناه يخرج بره مصر عشان مستقبله، يخرج بره مصر. هو كبر، ولكن يخرج بره مصر ده افضل لمحمود عبد المنعم كهربا. لكن لو راح زد ايه بقى احنا نعمله؟ هيروح زد هناخد قيمه ماليه في محمود عبد المنعم كهربا، في نفس الوقت نشوف مدافع زي محمد اسماعيل او العش عند زد نقدر نحصل على خدماته، او لاعب احنا محتاجينه. هتكون صفقه كويسه جدا ان هم ياخدوا كهربا، واحنا نفكر في لاعب كويس عنده، برغم ان في لاعيبه كتير عندهم ظهروا بمستوى كويس جدا الموسم ده، زي الاثنين المدافعين زي زيكو، زي ديفندر انا فاكره افريقي كده. فالموضوع عند زد اللعيبه كويسه جدا، فممكن احنا نشوف مدافع عندهم او اي لاعب مميز عندهم نقدر نحصل عليه ان شاء الله. عوده السوليه وعلي معلول لتمرينات وتاهيل بعد الاصابه. عوده علي معلول والسوليه، في ناس هتقول لك اللعيبه دي كبرت خلاص ومش كبرت خلاص، لكن يا جماعه موضوع السن او مش سن، الناس دي خبراتها وارقامها ورصيدها عند النادي الاهلي وعند جماهير النادي الاهلي رصيدهم كبير جدا. المايسترو عمرو السوليه وملك الاسيستات علي معلول، ربنا يا رب يكرمهم ويرجعوا بالف سلامه، ويكون التاهيل بدري ان شاء الله باذن الله. بقى وموضوع بقى اللي احنا يعني الحلقه معموله عشانه، تتويج النادي الاهلي ان شاء الله بالدوري النهارده. بعد ان شاء الله اذا حصل نصيب وربنا كرمنا وفزنا النهارده على سموحه او تعادلنا وحققنا الدوري، هنحتفل مع النادي الاهلي، الجماهير هتحتفل مع النادي الاهلي بعد المباراه. وقرار من مارسيل كولر، في لعيبه كتيره جدا هتريح. مارسيل كولر هيسافر على سويسرا، هيقود النادي الاهلي سامي قمصان. مارسيل كولر اذا ان شاء الله فاز النهارده هيروح يقضي اجازه يعني في سويسرا حوالي اسبوع او اسبوعين. التفكير الذهني والضغط الذهني والنفسي والعصبي وكل ده هو محتاج يعني يرتاح شويه، محتاج يهدى شويه، محتاج يعمل دراسات تانية للموسم اللي جاي. ومن هنا بقى هتلاقي قبل اي حد اهو هتلاقي بعد ما مارسيل كولر ما يسافر، مارسيل كولر هرب، مارسيل كولر مش راجع، مارسيل كولر مش هيجي، مارسيل كولر خلاص جدد مع نادي تاني او تعاقد مع نادي تاني في السعوديه او هنا مش راجع النادي الاهلي تاني. هتلاقي اشاعات كتيره جدا على مارسيل كولر بخصوص رحيله لسويسرا للاجازه، مش رحيله من النادي الاهلي. قبل اي حد انا بقول لك اهو، بفكرك عشان خاطر لما اعمل لك سكرينات واقول لك شفت كلامي وشوف الكلام بيتقال ازاي وشوف الكلام بيتقال فيه ايه، وهتلاقي اشاعات كتيره جدا على مارسيل كولر. بعد المباراه النهارده ان شاء الله نحقق الفوز ونحقق الدوري على سموحه المحترم، مارسيل كولر هيسافر لاجازه، سامي قمصان هيمسك النادي الاهلي. الماتشات اللي جايه في لعيبه كتيره جدا زي امام عاشور، زي لعيبه مهمه جدا في النادي الاهلي هتريح، اللعيبه المجهده هتريح قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر كابتن حسام حسن عامله يوم 25 اغسطس. فالموضوع ما فيه هتلاقي اشاعات كتيره، ما تصدقش اي اشاعات خالص. ان شاء الله نفوز النهارده ان شاء الله ونحقق الدوري، عشان النادي الاهلي دايما بجمهوره والنادي الاهلي دايما فوق الجميع. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. ولو لسه ما اشتركتش في القناه فضلا وليس امرا شرفني بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. سلام عليكم.